اهلا بيكم حبايبي، فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد، هنعمل الكبده الاسكندراني بطريقه مختلفه تماما. عملت معاكم كبده كتير قبل كده في القناه، ولكن المره دي في اضافات مختلفه خالص عن كل مره. اتمنى تكملي معايا الفيديو للنهايه عشان تعرفي ايه الحاجات الجديده اللي احنا حطيناها في الكبده، وازاي تطلع معاكي بطعم وبشكل حلو زي ما انتم شايفين. يلا بينا على طول على الطريقه. بصوا، انا جبت اول حاجه ده نص كيلو من الكبده. هو بيبقى متكيس كده، جاهز متقطع لشرايح رفيعه، بحيث ان لو انت حابه انك تعمليها كبده بانيه او كبده بالرده تبقى سهله ومتقطعه جاهز. انا دلوقتي بتخلص من، بصوا، في حاجات بتبقى دهون، الدهون دي تبقى ناشفه ما بتبقاش حلوه خالص، فببدا ان انا اشيلها. وبشيل معاها كمان الجلده اللي هي بتبقى موجوده في الحروف دي. يعني بصوا، الجلدة دي لازم تتخلصي منها ضروري، لأن لو سبتيها بتخلي الكبدة تبرم. يعني تلاقي الكبدة كده ما هياش مريحة كده، لا، بتخليها مبرومة حوالين نفسها بسبب الجلدة دي. فالجلدة دي انا ببدأ ان انا اشيلها، وهي بتتشال بمنتهى السهولة خالص. مجرد انك بتمسكي الطرف بتاع الكبدة، الجلدة بتاعتك دي، فبتبقى هي شادة على طول على نفسها كده، ومطلعة كمان الحتة الجلد اللي هي بتبقى الدهون اللي بتبقى ناشفة دي. خلاص، انا بصوا طلعتهم بقى بالشكل دوت. في واحدة كمان لسه هبدأ برضو ان انا اشيلها، وهقطعها بقى لشرايح طوليه. يعني انا لو هعملها بانيه او هعملها بالرده، فممكن تطلعيها يعني تفصصيها من بعضها بقى وهي بتبقى متقطعه جاهز. لكن احنا عشان هنعملها شرايح طوليه، فانا بقطعها وهي نص تجميده بالشكل ده. لو هي طبعا بتفك شويه بتبقى صعبه في انك تقطعيها، لكن هي لما بتبقى متجمده نص تجميده كده بتبقى سهله انك انت تقطعيها وتتحكمي فيها. بتتقطع كلها لمقاس واحد، وبتقطع كلها كمان لحجم واحد اهو بالشكل ده. ناخد بقى الكبده بتاعتنا دي نحطها في بوله. طيب، انا بعد ما قطعت الكبده يا جماعه، الكبده ما بتتغسلش، الكبده ما بتتغسلش. ليه؟ الميه بتزفر الكبده. مجرد ان الكبده تشم بس كده ريحه الميه، بصوا الكبده عباره عن دم. مجرد انك تحطي ميه على الكبده تبدا الدم بتاعها ينزل في الميه ويزفر لك الكبده نفسها، والدم ده طبعا بيدي طعم مش حلو خالص في الكبده. طيب، انا عايزه انضف الكبده بتاعتي واتاكد من نظافتها. بجيب كوبايه من اللبن. كوبايه اللبن دي بنقع فيها الكبده. بسيب الكبده فيها بس ربع ساعه بالكتير قوي، وبتكون هي نزلت كل الدم بتاعها جوه اللبن ده. طيب، تعالوا بقى نعمل الخلطه بتاعتنا الجباره. بصوا، عندي هنا طماطم، عندي بصل، عندي فلفل رومي احمر واخضر، وعندي كام فص من الثوم، وعندي كمان قرن شطه حامي لو حابه انك تعمليها سبايس. هقطع بقى كل الحاجات دي. قطعت اول حاجه عندي الفلفل الرومي الاخضر، وقطعت الطماطم مكعبات صغيره خالص. كمان قطعت الفلفل الرومي الاحمر كلها قطع صغيره. البصل برضو قطعته لمكعبات صغيره خالص. عندي 3 فصوص او 4 فصوص من الثوم، واخدت بس نص قرن الشطه لانه كان حامي جدا فخدت نص. كل ده قطعته لقطع صغنطوطه خالص. بعد كده هجيب عندي ليمونه، هبدا اعصر عندي الليمونه دي على الخلطه بتاعتي دي كلها اهو بالشكل دوت. جربي الخلطه دي مع الكبده بتدي طعم حلو قوي. البهارات: ملح، فلفل اسود، وعندي بابريكا، وعندي 7 بهارات، وعندي كمون، وعندي كمان بصوا ده روزماري. يعني جربي بقى كمان الروزماري ده مع الكبده برضو. الحاجات دي كلها الكبده بقولك المره دي ليها اضافات حلوه جدا، كلها بتدي طعم وتست حلو قوي للكبده بتاعتك. هحط عندي شويه من البقدونس على الخلطه بتاعتي. وبعدين بصوا بقى، هجيب كمان نص الزبادية، بس مش هجيب الزبادية كلها، هجيب نصها.
وهحط كمان عندي يعني حوالي معلقة كبيرة كده من المستردة. نقلب بقى الخلطة دي كلها. الخلطة دي يا جماعة اللي هسوي فيها الكبدة واللي هتتاكل مع الكبدة. خلاص تعالوا بقى نطلع الكبدة بتاعتي من اللبن. خلاص شايفين زي ما هي، لا لونها غير ولا، زي ما هي. احنا لو كنا حطيناها في ميه او غسلناها في ميه تلاقي الكبده بدات تفتح معاكي ولونها يغير خالص، ما بتبقاش حلوه. لكن اللبن بيحافظ على الكبده وكمان بيغسلها. خلاص نطلع كل كميه الكبده كده ونحطها بقى في التتبيله بالخلطه دي كلها، ونقلبها فيها ونسيبها بس ربع ساعه نص ساعه بالكتير ونشتغل فيها على طول. برضو ما تحطيش الكبدة كتير، احنا بس بنسيبها نص ساعة ونشتغل فيها. نديها تقليبة كده كله مع بعضه يمتزج مع بعضه. بعد كده بعد ما فات خلاص حوالي نص ساعة كده، جبت عندي طاسة على النار، حطيت فيها مكعبين 3 من الزبدة. كتري في المادة الدهنية برضو لان الكبدة بتحتاج مادة دهنية كتيرة شوية. انا هسيب الزبدة تتكرمل، يعني بصوا تاخد لون شوية. وبعدين جبت عندي معلقة صغيرة من السكر. السكر دي بقى عشان تكرمل لي كمان الزبدة وبتدي برضو طعم حلو في الكبدة. اهم حاجة ان ما تمررش، يعني ما تخليش السكر يتحرق علشان ما يمررلكيش الكبدة. طيب انا زدت عندي بعد كده بنص كمية الكبدة. ما تجيش تقومي منزله بكمية الكبدة كلها في الطاسة، هتخلي الطاسة تبرد معاكي وبالتالي الكبدة هتنزل المية بتاعتها، وده بيكون سبب من اسباب ان الكبدة تلاقيها بتشد معاكي كده ونشفت. ليه؟ لان احنا دي الغلطة اللي احنا بنغلط فيها كلنا، ان احنا بنقوم نازلين بكمية الكبدة كلها مرة واحدة. احنا بننزل بكمية الكبدة تدريجي شوية بشوية، وكل ما الطاسة تبدأ تسخن تاني وترجع السخونة بتاعتها ترجع تاني بنزل بكمية الكبدة التانية. خلاص بعد ما انا نزلت كل كمية الكبدة عندي ولونها غير بقى خلاص، بحط عندي يعني معلقة كبيرة كده من دبس الرمان ومعلقة كبيرة برضو من خل التفاح. ندي بقى تقليبه لكل دوت مع بعضه، الكبده تتشرب من كل اللي احنا عملناه وخلاص تكون كده دخلت في التسويه. هنزل عندي بشويه من البقدونس برضو في الاخر. عايزه اوريكي ان الكبده ما بتاخدش وقت خالص في التسويه، هي 10 دقايق وبتطفي عليها. كل ما بتكتري في وقت الكبده كل ما بتبدا تنشف معاكي. بصوا الكبده يعني مجرد ان بتمسكيها بايديكي الاتنين كده خلاص بتتقطع في ثانيه. بعد كده هحط عندي بقى معلقه بس من النشا، دوبتها في شويه ميه بره علشان خاطر عايزه الصوص بتاعي يتقل شويه. خلاص وقدمنا الكبده بتاعتنا بالشكل الحلو ده، وحان وقت التذوق. نجيب بقى رغيف حلو كده وناخد حته كبده كده في الرغيف دوت وندوق ونشوف طعمها عامل ازاي بقى بالصوص الحلو دوت والخلطه بتاعتنا. يعني مش عايزه اقولك عشان انا اللي عاملاها هي روعه، لا والله، بس جربيها ان شاء الله تعجبك. ولو عجبك الفيديو قولي لي رايك ايه، واشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله على خير. باي باي.